أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم في موضوع أثار كلام كتير قوي ساعات اللي فاتت، الفنانة وفاء عامر. المصدر اللي معانا هو مقال إخباري بيحكي عن اتهامات اتوجهت لها بخصوص وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا، وكمان كلام غريب عن تجارة أعضاء. هنحاول نفهم القصة دي وردود الأفعال. بالظبط كده. الموضوع لافت جدا. ازاي يعني مجرد فيديو صغير على السوشيال ميديا قلب الدنيا وبقى قضية رأي عام بالسرعة دي؟ خلينا نتابع اللي حصل خطوة بخطوة. تمام، نبدأ من الأول خالص، الشرارة يعني. فيديو لواحدة ست على تيك توك بتتهم وفاء عامر بشكل مباشر كده إنها السبب في وفاة إبراهيم شيكا، أيوة. وإن وفاته دي مش زي ما اتقال بسبب السرطان، لأ، ده عشان باع أعضائه، وإن الفنانة كانت يعني زي وسيط في الموضوع ده. كلام خطير بصراحة. والمشكلة الأكبر كمان كانت في سرعة انتشار الفيديو ده وإصرار الست دي على كلامها. يعني مش بس وفاء عامر، الاتهامات طالت كمان زوجة اللاعب الله يرحمه. صحيح. وده اللي خلى الموضوع ينتشر أوسع وأوسع على صفحات السوشيال ميديا. النوع ده من المحتوى يعني سواء صح أو غلط بينتشر بسرعة الصاروخ. طبعا رد فعل وفاء عامر ما جاش متأخر، على طول أصدرت بيان رسمي نفت فيه كل الكلام ده جملة وتفصيلا، وأكدت إنها هترفع قضايا. بالظبط. وقالت في البيان بتاعها يعني بما معناه: أنا برفض تماما الزج باسمي، وهتخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم هم ومن وراهم. موقف حاسم. وما اكتفتش بردها هي بس، ودي نقطة مهمة. نقابة المهن التمثيلية كمان دخلت في الموضوع، أصدروا بيان دعم رسمي لوفاء عامر. شفت البيان ده؟ ومش بس بيان، لا دي كمان شكلت لجنة قانونية عشان تتابع القضية وتدافع عنها. ده بيدي الموضوع بعد تاني خالص، يعني دعم مؤسسي واضح. صحيح. وده بيخلينا نروح لنقطة تانية مثيرة بصراحة، الدعم الكبير اللي جالها من زمايلها الفنانين، موجة دعم يعني. كانت لافتة جدا. يعني مثلا هاني رمزي وصفها بالصديقة والأخت والزميلة، وقال كلام كتير عن جدعنتها وكرمها وطيبتها. منى فضالي برضو كتبت كلام قوي، قالت ست جدعة وميت راجل، وعيب قوي اللي بيتقال عليها. مم. وحتى داليا مصطفى دعمتها وقالت: من أكتر الناس جدعنة، ويا جبل ما يهزك ريح. يعني إجماع فني غريب شوية، مش كده؟ أكيد أكيد. ده بيعكس قد إيه في تضامن بينهم في الوسط الفني. وممكن كمان يكون في قلق عام من فكرة استهداف المشاهير بالشائعات دي اللي ممكن تدمر سمعة أي حد بسهولة. ممكن جدا. لكن يمكن يعني الشهادة الأقوى والأهم ما جاتش من الوسط الفني. تقصد هبة تركي، أرملة إبراهيم شيكا نفسه؟ بالظبط هي دي. دفاعها عن وفاء عامر كان قوي مؤثر قوي بصراحة. وأكدت إن وفاء عامر دي الفنانة الوحيدة اللي وقفت جنبهم طول فترة مرض جوزها الصعبة. ياه. لدرجة إنها نقلت كلام وفاء عامر ليها، قالت لها أنا مامتك وهفضل في ظهرك مهما حصل. يعني شهادة زي دي من قلب المأساة نفسها ليها وزن كبير قوي قدام أي إشاعة. أكيد طبعا. وكمان الأرملة نفسها أعلنت إنها قدمت بلاغات للنائب العام ضد الناس اللي بتروج الإشاعات دي. يعني الموضوع دلوقتي دخل في السكة القانونية بجد. وده بيضيف بعض تاني للموضوع، والمصدر كمان بيحط تفاصيل مهمة عشان نفهم السياق. بيقول إن وفاء عامر كانت بتظهر مع إبراهيم شيكا فعلا وهو مريض، وراحت جنازته كمان، امم وإنه هو نفسه كان بيناديها بماما. والأهم بقى، المصدر بيأكد إن سبب الوفاة طبياً يعني بشكل رسمي هو سرطان المستقيم. ده السبب المعلن من الأول. أيوة، وإن المرض ده هو اللي خلاه يخس قوي وملامحه تتغير بالشكل ده، وتوفى في إبريل اللي فات. الحقائق الطبية دي يعني عكس تماماً قصة بيع الأعضاء المزعومة دي. تماما. وهنا بنشوف الفرق الشاسع بين الكلام اللي انتشر زي النار في الهشيم على الإنترنت وبين الحقائق اللي على الأرض والموثقة طبيا. الحادثة دي كلها بصراحة بتورينا قد إيه المنصات دي قوية ومؤثرة. طبعاً. وإزاي ممكن معلومة صح أو غلط تنتشر بسرعة رهيبة وتسبب أضرار كبيرة جدا لسمعة الناس وحياتهم. طيب، لو حبينا نلخص أهم النقط اللي اتكلمنا فيها: أول حاجة، اتهامات خطيرة جدا بدأت بفيديو على النت، بعدها ردود فعل قوية بالنفي والتهديد بالقانون، صحيح. وبعدين موجة دعم واسعة من الفنانين، وشهادة حاسمة ومهمة جدا من أرملة اللاعب نفسه بتكذب الإشاعات دي وبتأكد وقوف وفاء عامر جنبهم. بالظبط.
وفي الآخر الحقائق الطبية اللي بتوضح سبب الوفاة حقيقي وبتنسف تماماً قصة بيع الأعضاء. ويفضل السؤال الأهم بقى اللي محتاجين نفكر فيه كلنا، في الزمن ده اللي أي معلومة سواء صح أو غلط بتنتشر بضغطة زرار، إزاي ممكن كمجتمع نتعامل مع السهولة دي في توجيه الاتهامات وتأثيرها اللي ممكن يكون مدمر؟ سؤال مهم فعلاً. وإيه المسؤولية اللي علينا كلنا كمنصات بنستخدمها وكأفراد إننا نتأكد ونتحقق قبل ما نشارك أي حاجة ونصدقها؟ دي نقطة محتاجة وقفة وتفكير.